ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ هناخد الدرس التاني. هنتكلم النهاردة عن التعريف بالنفس. هناخد كام جملة كده في الألماني، ازاي نعرف نفسنا بيهم، اللي هو الزاش فورشتلن. زاش فورشتلن ده معناها التعريف بالنفس. تمام. عندنا طريقتين بنتكلم بيهم في الألماني، في طريقة الزي وطريقة الدو. تمام. طيب يعني ايه زي ويعني ايه دو؟ Willkommen zu unserer zweiten Lektion. زي ما قلنا ده الدرس التاني. Willkommen يعني مرحبا. zu unserer zweiten Lektion. Lektion يعني الدرس. وزواي يعني التاني، يبقى willkommen zu unserer zweiten Lektion. مرحبا بكم في الدرس التاني. عندنا طريقتين في الألماني لما بنيجي نتكلم بيها، طريقة فورمال وطريقة انفورمال. فورمال يعني طريقة رسمية، يعني أنا هتكلم مع حد بطريقة رسمية. زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، الطريقة الرسمية دي ملهاش علاقة خالص بالاحترام. يعني انت ممكن تكون بتتكلم في البوليس، المحقق بيتكلم مع المتهم او المجرم بطريقة رسمية ملهاش علاقة بيحترم ولا لا. الطريقة الرسمية هي اللي بنستخدم فيها الضمير زي. بنستخدم بغونومن اللي هو زي، الضمير زي. كلمة بغونومن، نومن يعني اسم، وبغو قبلها بي ار او اللي هي بي ار او، بمعنى بغونومن زي الحاجة اللي بتحل محل الاسم او بتدي الاسم اللي هو الضمير. طيب زي ده نوع من انواع البغونومن، من انواع الضماير. لما احب اتكلم مع حد بطريقة رسمية بكلمه بالزي. في عندي زي وفي عندي دو. ما بتكلمش بالدو، لا بتكلم بالايه، بالزي دي. ما بتكلمش بالدو. الدو دي هتكلم بيها لما بتكلم بطريقة informal بطريقة غير رسمية. لكن لو هتكلم بطريقة formal هتكلم بالزي. طيب تعالوا ناخد كام عبارة ونفهم يعني ايه هتكلم بالزي، يعني ايه هتكلم بالدو، ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده. تعالوا ناخد كلمات او عبارات في التعريف بالنفس. احنا المحاضرة اللي فاتت اخدنا التحيات، النهاردة ناخد ازاي تعرف نفسك بالألماني. طيب اول حاجة الطريقة الرسمية. لو مثلا حد ما اعرفوش هكلمه بطريقة رسمية، يعني هو مش بابا ومش ماما، مش خاله ومش عمه، مش حد انا مصاحباه او واخدة عليه عشان اكلمه بالدو، الا لو هو سمح لي ان انا اكلمه بعد كده بالدو. يعني مثلا انا بتكلم مع حد بطريقة، جاري مثلا ساكنة جديد في العمارة وبتكلم مع جاري بطريقة رسمية، لو لقيت ان هو سمح لي ان اكلمه بطريقة انفورمال او بطريقة غير رسمية، خلاص تمام، يبقى ساعتها هكلمه بالدو. طيب تعالوا اول حاجة ناخد اول حاجة جملة في هايسن زي. في هايسن زي. في يعني ما او كيف. هايسن ده فعل بمعنى يدعى او يسمى، وزي اللي هي بمعنى ايه، حضرتك. زي ما بنقولها كده، ما اسم حضرتك. في هايسن زي يعني اسم حضرتك ايه. في هايسن زي. هناخد قدام الافعال وتصريفاتها. هايسن ده الفعل في الانفينيتيف. انفينيتيف يعني الفعل في المصدر، يعني الفعل على شكله. اغلب الافعال في الالماني هنلاقيها بتنتهي باي ان او ان، ده من غير ما نصرفها مع اي ضمير تاني. تمام، يعني دايما الفعل مع الضمير زي اللي هو بتاع الصيغة الرسمية، اللي هو بمعنى حضرتك او حضراتكم، دايما بيجي معاه الفعل في المصدر.
ده مش موضوعنا دلوقتي. طيب في هايسن زي يعني اسم حضرتك ايه؟ في هايسن زي يعني اسم حضرتك ايه؟ طيب اول حاجة يبقى ما اسم حضرتك في هايسن زي. طب لو انا هتكلم بطريقة غير رسمية هقول ايه؟ هقول في هايست دو. انا هنا هايسن شلت الاي ان وحطيت تي وصرفتها مع دو. الافعال مع الدو بنشيل الاي ان وبنحط اس تي. بس هنا عشان هايسن لما هشيل الاي ان اللي هي الاي ان بالانجليزي في الاخر هيبقى اخرها اس ست. الاس ست دي كانها دبل اس، تمام؟ فما ينفعش احط اس تي، هحط تي بس. لكن اي فعل تاني مع دو بنشيل الاي ان اللي في نهاية الفعل وبنحط اس تي، تمام؟ زي مثلا فعل مثلا ماخن. ماخن ام ا سي ها اي ان بالانجليزي ام اي سي اتش اي ان. لما نيجي نصرفه مع دو هنشيل الاي ان هيبقى ام اي سي اتش وهنحط لها اس تي اللي هي اس تي مع دو فتبقى مخست، تمام؟ برضه هناخد تصريف الافعال قدام مش دلوقتي. مهم هي في هايست دو لو بطريقة مش رسمية في هايست دو اسمك ايه؟ في هايست دو. لو بطريقة رسمية في هايسن زي. في هايسن زي. تاني حاجة في آلت زين زي. في آلت زند زي. في آلت زند زي. ما قلتش زند، لا زند. الدي في الاخر بنطق تي، تمام؟ يبقى في آلت زند زند مش زند زند زي. في آلت زند زي معناها قد ايه عمرك، ما عمرك. آلت اللي هو العمر، تمام؟ بتيجي برضو بمعنى عجوز او قديم. ففي آلت يعني قد ايه عمرك. زند تصريف من فعل زاين، ده فعل هنا. زند فعل شاذ ملهوش قاعدة، مش هنحذف ايه انه نقعد نضيف له اضافات ثابتة، لا هو فعل كده بنحفظه. ان زي اللي هي بصيغة الفورمال اللي هي اول حرف فيها جغوص، الاس بتبقى جغوص كابيتال يعني. بيجي معاها فعل يكون اللي هو زند. يبقى في آل زند دي يعني ما عمر حضرتك. يعني في آلت يعني ما عمر، يكون زند يكون حضرتك، زي حضرتك. طيب يبقى في هايسن زي اسمك، اسم حضرتك ايه؟ في آلت زند زي يعني ما عمر حضرتك، تمام؟ لو هنقولها بقى بطريقة informal هنقول في آلت best do. في آلت best do كله هنا دو، تمام؟ في آلت best do. يبقى هنا يكون هو الفعل best بيتصرف مع دو اسمه best، تمام؟ يبقى ما عمرك في آلت best do. لكن هنا ما عمر حضرتك في آلت زند زي. في آلت زند زي، تمام؟ طيب تعالوا بقى ناخد السؤال اللي بعده. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Wo يعني أين، وهير اللي هو زي بمعنى هناك أو من هناك. woher يبقى من أين. kommen بمعنى يأتي. kommen ده فعل بمعنى يأتي. kommen زي. احنا قلنا زي اللي هي البغونومن بتاع حضرتك اللي هي زي
الفعل معاها بيجي في أصله الطبيعي، في شكله الطبيعي. فكومن هتيجي عادي كومن آخرها an. كومن زي، يبقى كومن بمعنى يأتي، تمام، زي كم كده يأتي. يبقى woher kommen Sie يعني من أين تأتي حضرتك، اللي هو أنت منين، يعني إيه موطنك الأصلي، أنت منين، تمام. اللي هو مثلا ich bin aus Ägypten، ich bin aus Ägypten، ماشي. يبقى woher kommen Sie. لو أنا هصرفها مع دو، يبقى أنا همسك هنا ال an دي أهي، هقوم أشيلها أحذفها خالص، هيبقى الفعل ايه كوم. الكوم دي هحط لها اس تي فتبقى كومست مع دو، وده المنظر اهو. woher kommst اهو حطينا لها الاس تي بقت woher kommst du. woher kommst du. طبعا الار في woher ما بننطقش الار عشان قبلها فوكال اللي هو الاي. قلنا لو قبل الار حرف متحرك ما بننطقش الار. woher 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 kommst du. woher kommst du من أين تأتي أو حضرتك منين. حضرتك هتبقى woher kommen Sie، حضرتك منين. طب ممكن أقولها بطريقة تانية، ممكن أقول أخلي الهيع، مش قلنا فو يعني أين وهير اللي هو من هناك أو كده، فخلي الهيع في الآخر فتبقى vous kommen Sie her. vous kommen Sie her. vous kommen Sie her. هياها vous kommst du her. vous kommst du her. دي صيغة مش رسمية، التانية كانت صيغة رسمية. يبقى woher kommen Sie أو vous kommen Sie her أو woher kommst du أو wo kommst du her، معناها حضرتك منين، تمام. طيب عندي برضو سؤال كمان، لو أنا بسأله عن الوظيفة هقول إيه؟ was يعني ماذا، was يعني ماذا. was machen Sie beruflich. was machen Sie beruflich. تعالوا بقى واحدة واحدة. هنا MACHAN MACHAN اللي هي MACHEN بالإنجلش. اللي تسيها دي بتنطق تمام، بتطلع فيها هوا كده كأنك بتطلع لسانك في سنانك كده وطلع تمام. لكن لو جاء قبلها أو 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 بتتنطق خ تمام. فهنا مش هنقول ماشين، مش هنقول ماشين. لو اللي تسيها العادية بنقول فهنا مش هنقول ماشين، لا هنقول ماخن ماخن ماخن. was machen Sie machen، تمام. هنا خلت اللي تسيها تتنطق ايه، تتنطق خ، فبقت ماخن ماخن زي. طب لو انا عايزه اخليها مع الدو هنشيل ال an وهنحط الستي فتبقى was machst du beruflich. beruflich اللي هو الوظيفة بتاعتك، يعني ده الادجكتيف او الادفيرب، يعني اللي هو الايه الصفة من كلمة بروف. بروف اللي هو معنى وظيفة. beruflich اللي هو يعني انت بتشتغل ايه، تمام، يعني ايه مهنتك. was machen Sie beruflich. مثلا ich bin Lehrerin، انا مدرسة مثلا، او ich bin Apothekerin، انا مثلا صيدلانية، تمام. طيب هنا was machst du beruflich.
was machst du beruflich. ساعات اللي تسيها اس نطق اكس. was machst du beruflich. was machst du beruflich أو was machst du beruflich. اللي تسيها ساعات لما بيبقى وراها اس نطق كي، فبتبقى مع الاس نطق اكس. ماكست بس في الغالب هتنطق ماخست عشان الخاء. تمام. طيب يبقى was machst du beruflich. طب يعني وظيفتك ايه؟ ممكن اسأل بطريقة تانية. ممكن اقول له ماذا تكون الوظيفة. تكون مع زي، قلنا فعل يكون مع زي اللي هو sind. يبقى was sind sie von من بغوف الوظيفة، يعني ماذا تكون حضرتك من الوظيفة، يعني انت بتشتغل ايه برضو. was sind sie vom Beruf. was sind sie vom Beruf. اهي Beruf B-E-R-U-F. was sind sie vom Beruf. بس هو الشائع was machen sie beruflich. يعني الألمان هتلاقيهم بيقولوا was machen sie beruflich. was machen sie beruflich. was machen sie beruflich. was machen sie beruflich. ليه هنا قلت بروف ما قلتش؟ ليه نطقت الأ منطقها ر أو غين؟ ليه نطقتها هنا؟ عشان هي قبلها فوكال، قبلها حرف متحرك اللي هو الإي، وبعدها حرف متحرك اللي هو اليو. تمام. يبقى هي قبلها فوكال وبعدها فوكال فتتنطق عادي. لكن لو قبلها بس حرف متحرك بعدها مفيش حرف متحرك مش هتتنطق. تمام. يبقى was machen Sie beruflich oder was sind Sie vom Beruf. oder يعني أو O D A A O D اللي هي O D E R oder، بس مش هننطق الار، هتبقى اوضة يعني او. يبقى هنقول في الوظيفة وظيفتك ايه. لما اجي اسأل عن الوظيفة هقول was machen Sie beruflich او هقول was sind Sie vom Beruf. طب لو حبيت اقولها بالدو مش بالزي يبقى ساعتها هتبقى ايه. was machst du beruflich و was bist du vom Beruf. اهي was machst du beruflich و was bist du vom Beruf. لأن قلنا فعل يكون مع دو اسمه bist. تمام. يبقى was machen Sie beruflich أو was sind Sie vom Beruf، أو مع دو بقى تبقى was machst du beruflich و was bist du vom Beruf. طبعا قلنا اللي شائع بيغوفلش مش فون بيغوف. يعني الشائع ان احنا نقول مخم مع بيغوفلش مش زند او بيست مع بيغوف. تمام. يعني السؤال الشائع اللي هو الاولاني اللي معمول بالاحمر. طيب تالت حاجة او رابع حاجة معانا او رابع حاجة خامس سؤال اسمه sind Sie verheiratet. 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 احنا قلنا sind اللي هي ايه. sind Sie verheiratet. sind اللي هو قلنا فعل يكون بتاع ايه، بتاع حضرتك، بتاع الضمير حضرتك. يعني زي بيجي معاها فعل يكون اسمه زنت. بما ان بدأنا بالفعل يبقى معناها هل تكون حضرتك verheiratet. دي معناها ايه بقى؟ تعالوا نقسمها بالراحة. مش هننطق الار عشان قبلها ايه حرف متحرك. هننطق كأن حطيناها VEA بدل VER كأنها VEA، يعني هتتكتب VER لكن هنطقها VEA اللي هي FAA.
كأننا كاتبينها فاو اي طبعا الفي في الألماني اسمها فاو. هناخد الحروف دلوقتي. فا هاي 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 اللي هي الها، والاي اي اللي هو اتش اي اي. الاي اي بنطق اي تبقى هاي هاي. اي اي بنطق اي، يبقى اتش اي اي معناها هاي هاي. تمام. وار اي تبقى غا او را. هاي را. ليه هنا نطقنا الار؟ بداية مقطع وقبلها أصلا فوكال وبعدها فوكال، قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك. را تت تت تت، يبقى فا هاي را تت. فا هاي غا تت. أنا بحب أنطق الار غين يعني، فتبقى فا هاي غاتت. فا هاي غاتت. فا هاي غاتت يعني متزوج. هل حضرتك متزوج؟ sind sie verheiratet. sind sie verheiratet. طب شطار بقى، يلا قولولي بالدو هتبقى ايه. احنا قلنا من شوية دو فعل يكون بيبقى معاها اسمه ايه؟ bist. فتبقى bist du verheiratet. bist du verheiratet اهي. bist du verheiratet. هل حضرتك متزوج أو هل أنت متزوج؟ bist du verheiratet. إنما هنا sind sie verheiratet. هل تكون حضرتك متزوج، إنما تحت هل تكون أنت متزوج، مش حضرتك بقى. طيب تاني حاجة، haben sie Kinder. haben sie Kinder. haben، بصوا هي هابن الاتش في الالماني اسمها ها، بنطق ها والاي بنطق فتبقى ها بن بي اي ان بن. بس الالمان بياكلوا الاي ان دي، تحسها مكتومه كده، تبقى هابن تحس بيعملوا سكته. هابن haben تحس كتموا البي. haben sie Kinder. haben ده فعل يمتلك، لديه أو عنده. ده الفعل احنا قلنا الفعل بيجي مع زي في المصدر، يعني ده الفعل شكله الأساسي. haben sie يعني هل حضرتك لديك أو عندك أو تمتلك. Kinder عارفين شوكولاتة كندر أهو. Kinder معناها أطفال. das Kind يعني الطفل. Kinder ده الجمع معناها أطفال. Kinder اللي هي Kinder. Kinder ما طقناش برضو الآر. طيب كندر هنا بمعنى أطفال، وده نومن يعني اسم. أي اسم بيبقى أول حرف فيه كابيتال جروس، عشان كده الكي هنا أو الكا هتبقى جروس كابيتال. لكن verheiratet دي صفة اللي فوقيها، verheiratet دي صفة، فعشان كده الفي أو الفاو تمام دي حرف كلاين سمول مش كابيتال. لكن كندا عشان حرف أول حرف من الاسم من النومن تمام، فبقى كابيتال بقى جروس. haben Sie Kinder. haben Sie Kinder. haben Sie Kinder. Kinder haben Sie Kinder. هل لدى حضرتك أطفال؟ هل تمتلك حضرتك أطفال؟ يعني عندك أطفال. احنا قلنا لما الفعل يجي في الأول يبقى ده سؤال بالفعل، يعني زنزي يعني هل حضرتك تكون. طيب هابنزي يعني هل حضرتك تمتلك، عشان هابن فعل يمتلك أو لديه أو عنده. طب لو عايز أعملها بدو، فعل يمتلك أو لديه مع دو اسمه هاست. ده فعل شاذ بنصرفه تصريفات شاذة.
مش بتتحفظ، مش بنشيل اي ان ونحط مثلا اس تي، لا، ده بنحفظه كده، اسمه هاست. هاست دو كيندا، يعني هل تمتلك أنت أطفال؟ هاست دو كيندا، هاست دو كيندا، أهو هاست، ها اس تي، ها اس تي، هاست دو كيندا، 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 يا إما haben Sie Kinder، hast du Kinder، هل لديك أطفال؟ هتقول يا ich habe Kinder، أو nein ich habe keine Kinder، keine Kinder، ما عنديش أطفال. طيب السؤال اللي بعده was machen Sie gern أو gerne. كلمة gern يعني بسرور أو بتحب، gern أو gerne يعني هتحط لها اي في الاخر او تشيل الاي زي بعض، مش هتفرق خالص. هي جان، طبعا بناكل الار، جان جان جان، او جانا جانا لو هننطق الاي في الاخر اللي هي الاي يعني جانا. تمام. في السؤال بقى بيقول ايه was machen Sie gern. ترجم was ماذا machen Sie حضرتك بتفعل بسرور أو بتحب تفعل. حضرتك قلنا جان معناها بسرور أو بتحب، يبقى ماذا تفعل حضرتك بتحب تفعل. إن يعني في ihre Freizeit في وقت فراغ حضرتك. ihre اللي هي I H R A R اللي هو I H R E R، ده ضمير ملكية لحضرتك. الاي دي كابيتال هنا جغوص، يعني حتى ضمير الملكية بيبقى أوله برضو جغوص، أوله كابيتال. يبقى زي الضمير بتاع حضرتك أولها الاس كابيتال، وأي ضمير ملكية ليها يبقى برضو أولها كابيتال. الحرف الأولاني يبقى جغوص يعني. ما بننطقش الها، هتبقى إيغا، ولا هننطق الار اللي في الآخر، بتبقى إيغا. in ihre Freizeit. frei يعني free. frei قلنا الاي اي اللي هي الاي اي بتتنطق اي frei غي. frei Zeit ده مقطعين هنا، frei يعني free وزايت اللي هي بمعنى الوقت. Zeit يعني الوقت. زي اللي هي زي Zeit frei Zeit. تمام. برضو اي فهنقول Zeit. يبقى ماذا بتحب تفعل في وقت فراغك، او ماذا تفعل بسرور في وقت فراغك، اللي هي معناها ايه يعني was sind ihre Hobbys. was sind ihre Hobbys. تمام. بصوا اير هنا زي اير اللي هنا، بس النهايات اختلفت، دي اخرها AR، دي اخرها A بس. تمام. was sind ihre Hobbys. قلنا was يعني ماذا، وزند يعني يكون بتاعت حضرتك، وإيغ ضمير ملكية لحضرتك، وهوبس يعني هوايات. يبقى ضمير ملكية يعني هوايات حضرتك. ماذا تكون هوايات حضرتك. was sind ihre Hobbys. الاي برضو كابيتال اللي هي الاي بالألماني. was sind ihre Hobbys. طب لو عايزة اقولها بدون هتبقى was bist deine Hobbys. was bist ماذا ويكون مع الدو تبقى bist، وبدل ihre هتبقى deine ضمير الملكية بتاع دو deine Hobbys. يبقى was sind ihre Hobbys و was sind deine Hobbys. ما هواياتك أو بتحب تعمل إيه في وقت فراغك. was machen Sie gern in ihrer Freizeit. أو was machst du gern
in deiner Freizeit أهو. Was machst du gern in deiner Freizeit? أو was sind deine Hobbys؟ سوري، احنا قلنا حاجة غلط من شوية. احنا قلنا يكون مع دو best، فكنا هنقول was best deine Hobbys. لا، وانا هنا بسأل عن يكون للهوايات. الهوايات هي اللي تكون، ماذا تكون الهوايات، مش ماذا تكون انت. لا، was sind بتيجي مع الجمع وبتيجي مع الضمير حضرتك بمعنى يكون. يبقى was sind ihre Hobbys ضمير ملكية بتاع حضرتك، هوايات حضرتك. يا اما was sind عشان برضو ماذا تكون للجمع. تمام. deine Hobbys هواياتك انت. dein دي ضمير ملكية بمعنى انت، بيجي مع دو. was sind deine Hobbys؟ تمام. زند ليه قلنا زند؟ عشان انا بقول على الهوبز هنا. زند دي الفعل راجع على الهوايات، ففعل يكون مع زي بيبقى زند، ومع الجمع اللي هي هوبز عشان كلمة جمع. تمام، معناها هوايات، برضو هناخد زند. يبقى سريعا بقى نراجع بسرعة الكلام ده كله اللي قلناه. تمام. يبقى انا عندي هنا الطريقة الفورمال لما بتكلم بزي. تمام، هنقول wie heißen Sie، ما اسم حضرتك. wie alt sind Sie، عمر حضرتك قد ايه. woher kommen Sie، من اين حضرتك. او wo kommen Sie her، و was machen Sie beruflich، حضرتك بتشتغل ايه او وظيفتك. was sind Sie vom Beruf، sind Sie verheiratet، هل حضرتك متزوج. haben Sie Kinder، هل حضرتك معك أطفال. was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit، يعني حضرتك بتحب تعمل ايه في وقت فراغك. was sind Ihre Hobbys، ما هوايات حضرتك. طب بالطريقة الانفورمال بالدو. was heißt du، wie heißt du، wie heißt du. wie alt bist du، woher kommst du، wo kommst du her. was machst du beruflich، was bist du vom Beruf. bist du verheiratet، هنا قلنا bist du عشان بكلمك انت حضرتك، اللي هل انت اللي تكون، انت تكون متزوج. انما تحت بقولك was sind deine Hobbys، بسأل اللي يكون. التكون تراجع على الهوايات، الهوايات تكون. تمام. يبقى bist du verheiratet، hast du Kinder، was machst du gern in deiner Freizeit، was sind deine Hobbys. تعالوا بقى ناخد الحروف في الألماني. بصوا، الحروف في الألماني زي الإنجليزي بس النطق مختلف شوية. بس في حاجة بقى، الحروف في الألماني عليها 4 حروف زيادة غير بتوع الإنجليزي. تعالوا بالراحة كده نقراهم بالألماني. آ آ آ مش إيه. آ آ ب ب ب ب سي 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 دي 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 اي اي مش اي. اي اي اف 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 زي بتاعت الانجليش عادي. جي 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 مش جي. جي 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 ها 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 مش اتش. ها 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 اي 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 كسرة كده. اي اللي هي الاي. اي اي
يوت يوت اللي هي ج، يوت 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 يوت. كا 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 مش كي، كا. ال مش ال زي بتاعت الانجليش فيها مرقعة شوية، لا ال عادي، ال زي بتاعت المصريين دي. ال ام 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 ان ان مفهومش حاجة دول. او 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 عادي زي الانجليزي. بي 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 مش بي بي. بصوا كله A B C D E F G، كله A آخره A. فبي بي بي. كو كو اللي هي كيو، كو 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 كو. ال 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 اللي هي ار او اغ، اللي هي الار اغ او ار، اسمها ار او اغ. كو اغ اغ. اس عادي زي الانجليزي. تي مش تي، تي تي. اليو بقى ايه الفرق بينها وبين الاو؟ اليو بتنطق او، تضم كده شفايفك كلها وبقك كده زي بوز البط. او مش او. الاو هتلاقي فيه فتحة ما بين الشفتين وتحس بتفتح بقك كده او، وفي زي دايرة بتعمل دايرة كده ما بين الشفتين. انما الاو بتضم بقك على بعض كأنك بتعمل بوز بطة كده. بتقفل ما بين الشفتين بقدر الامكان. او 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 مش او لا. او او بوخ بوخ. او فاو فاو. الفي مفيش بقى، ما اسمهاش في بقى، اسمها بتنطق ف. فاو اسمها فاو بتنطق ف. فاو 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 فاو. الدبليو بتنطق في، الدبليو بقى بتنطق في 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 في. اكس. والواي اسمها ابسلون ابسلون. والزد اسمها ست ست ست. يبقى اخر الحروف فاو 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 في في في. اكس اكس اكس. ابسلون 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 ابسلون. ست ست ست. نطقت ست ست. كأنك بتنطق تي اس بس بتاكل الاس، بتاكل التي. ست 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 ست. تمام. ما بتنطقش زد ز، لا ما فيش زين، بتنطق ست ست كأن ت وسين. ست ست ست. تمام. تعالوا نقراهم تاني. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y und Z. und اللي هي يو ان دي، طبعا الدي هتتنطق تي، اللي هي او ان دي اللي هي اوند يعني و. يبقى خدنا اوضة اللي هي او دي اي ار معناها او، وخدنا يو ان دي بمعنى و اوند ست. طيب ايه الحروف بقى الزيادة اللي على الجنب دي؟ في عندي 3 حروف في الألماني لو بينفع يتحط عليهم نقطتين فبتغير النطق. الآ لو حطينا عليها نقطتين هننطقها وراها A. تمام. فتبقى هتتنطق A زي الإنجليزي من الآخر. يبقى مش بنقول A B C D
لما تحط عليها نقطتين، النقطتين دول اسمهم أوملاوت. أوملاوت اسمهم UMLAUT. أوملاوت دول لما بتحطوا على تخليها تتنطق A، هتتنطق A بقى زي بتاعت الإنجليش عادي. تمام. طب الأو برضو، الأو لو اتحط عليها نقطتين بتبقى فيها مياصة شوية كده خفيفة، بتبقى أو خفيفة كده فرانسوزش. مش أو مش أو لا مش أو لا والآ بتبقى ايه ماشي. الأو لما تحط عليها الأوملاوت اللي هما النقطتين، كلمة أوملاوت اللي هما النقطتين، الأو اللي هي اليو يعني، لما تحط عليها النقطتين بتبقى كأنك بتقول يا، عارف الناس بتقول يا كده، يو يعني هي هتبقى لما نحط عليها الأملاء تبقى كأنك بتقول كأنك بتنطقها كأنك بتقول وراها ايه. تمام. الاس ست دي حاجة عاملة زي البي الخفيفة اللي هي بي فور بوك، عاملة زي البي بس العصاية بتاعتها طويلة بقى. العصاية كانت بتنزل الدايرتين بتوع البي دول، بتروح نازلة العصاية بتاعت البي الأساسية دي، كأنك بتنطق دبل اس، بيقول عليها اس ست، اسمها كده اس ست. زي ما قلنا هايسن، في هايسن بتبقى اس تقيلة. يبقى تاني الحروف كلها A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y und Z E U S Z. تمام. الآ زي أبفل، تفاحة، أبفل. كل اسم ليه حاجة اسمها article اللي هي ARTIKEL ARTIKEL. وطبعا article دي كابيتال. A article يعني أداة التعريف اللي هي أداة التعريف دي بقى. تفاحة دي مثلا في العربي عندنا احنا مؤنثة، إنما هي في الألماني مذكرة، فهتاخد أداة التعريف المذكرة اللي هي der، اللي هي DER أهي، der اللي هي DER der. تمام. احنا ده دير وداس ودي دير اللي هي بتاعت أداة التعريف بتاعت المذكر. فالأبل في الألماني هي مذكر، يبقى der أبفل اللي هو تفاح، أبفل der أبفل. طيب B بانانة، دي بانانة دي اللي هي أداة التعريف بتاعت المؤنث، يبقى der Apfel، B دي بانانة نه، تحس آخرها كده الايه في الآخر بنطق ايه بانانة. تمام. دي بانانة اللي هو الموز يعني. سي زي السنت اللي هو عملة، لما يقولك 5 يورو 10 سنت مثلا،
اللي هو عملة زي ما احنا عندنا بالجنيه والقروش كده، هو زي قروش هناك كده. ده سنت، يعني اللي هو السنت، يقول لك والله ده مثلا ب5 يورو 10 سنت، او ده 5 يورو نص سنت مثلا. تمام. ده سنت. وزي سيلزيوس 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 اللي هو الداع سيلزيوس اللي هو الدرجة المئوية، اللي هو سيلزيوس، السيلزيوس بتاع الانجليش. ده سيلزيوس اللي هو درجة الحرارة اللي بنقيس بيها، يقولك كام درجة سيلزيوس. يبقى تسي زي السنت وزي سيلزيوس، والاتنين أداة مذكرة. دي زي الدلفين، دلفين دلفين دلفين، وأداتها مذكر. ديع دلفين، دلفين دلفين دلفين. نطقنا الاي اي فين اي. دلفين، ديع دلفين. طيب الاي زي elephant، elephant elephant. ديع elephant برضو مذكر اللي هو الفيل. ديع elephant elephant elephant. تمام. الاف زي fish السمكة، برضو مذكرة. السمكة في العربي مؤنثة، في الألماني مذكرة. der fish der fish. الاس تسيها بتنطق شين صريحة، شين صريحة، يبقى der fish fish. طيب الجي زي الجاتن، جاتن ما نطقناش الار عشان قبلها فوكال. جاتن 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 اللي هي الجاردن يعني. der Garten der Garten der Garten der Garten. برضو الحديقة مؤنثة لكن في الألماني مذكرة. der Garten. الها زي house. الايو او الاو بتتنطق او house house او يبقى house وننطق الاسم house يعني منزل او بيت. das house أداتها das، أداتها محايد. das house das house house. الاي زي insect insect اللي هي الحشرة. das insect الانسكت اللي هي أداتها das اللي هي محايد. das insect insect insect. اليوت اليوت اللي هو الجي نطق يوت يعني يه، زي ياكي ياكي ياكي. تسيكا هتنطق زي الانجليزي كي ياكي ايه فكي ياكي. انما الآ في الاول يا ياكي دي ياكي. اهو الجاكيت اداته في الالماني مؤنثة دي ياكي دي ياكي يعني اللي هو الجاكيت. تمام. ياكي يعني الجاكيت ياكي دي ياكي. كا اللي هو كاتسي كاتسي دي كاتسي اللي هي القطة. دي كاتسي دي كاتسي دي كاتسي دي قطة دي كاتسي كاتسي كاتسي. ال اللي هي لامبي لامبي لامبة عادي مش لامبة لا لامبي عادي لامبي. دي لامبي دي لامبي دي لامبي.
طيب ام ماوس، مش قلنا او نطق او ماوس زي هاوس. das هاوس كان المنزل، انما دي ماوس الفار. الفار في الألماني مؤنث، دي ماوس، دي ماوس. الان زي نازة، نازة، نازة اللي هي المناخير الأنف، دي نازة مؤنثة، دي نازة. الأو أورانج، أورانج دي كلمة بتتنطق زي الإنجليزي. في كلمات في الألماني بتتنطق إنجليزي اسمها كلمات أجنبية، زي دي مفروض ننطقها أورانج جي، لكن لا هتنطق زي الإنجليزي أورانج عشان ما فيش ج في الألماني. أورانج دي أداتها مؤنثة، دي أورانج، دي أورانج. بي بي باباغاي، 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 باباغاي. Der Papagei, der Papagei، der Papagei اللي هو البغبغان. جاي عشان اي قلنا اي جاي اهو، قلنا جاي ما قلنا جاي. بابا جاي لا، بابا جاي، بابا جاي، بابا جاي، der Papagei. الكو زي كفالة، كفالة دي مؤنثة اللي هو قنديل البحر، كفالة، دي كفالة. الكيو يو اللي هي كو او بتنطق كفا كفا كفا، كأن كاف وبعدها ف، يبقى كفا كفالي، 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 دي كفالي، دي كفالي. الار هتنطق ريجن زي ريجن المطر، der Regen، ريجن، der Regen المطر. طيب الاس اللي هي زونة الشمس، دي زونة. الاس لما بيجي بعدها فوكال بتنطق ز ساعات، دي زونة، دي زونة، دي زونة الشمس. التي زي تش، تش قلنا الاس تسيها بتنطق شين صريح زي فش، يبقى التش ديع تش. الترابيزة في العربي مؤنثة لكن في الألماني مذكرة، فديع تش، ديع تش. ماشي ديع تش. طب الأو، الأو اللي هي أوع، أوع. بصوا هنا ما طقناش الاتش ولا الار، فمدينا بقى أوع. بصوا أوع كأن حطينا مكان الار ايه اللي هي الاي بالانجلش، فقلنا اوه، مش كنا بنقول بنانه كده، فاوه، دي اوه، دي اوه، دي اوه، اوه اللي هي الساعة، دي اوه. طب الفاو فوجل، فوجل، فوجل العصفورة يعني، der Vogel، der Vogel، der Vogel، der Vogel، der Vogel، 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 der Vogel، der Vogel. الفي الدبليو ركزوا كويس قوي عشان الدبليو مفيش واو هنا في الألماني، الدبليو بتنطق في. das Wasser، 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 Wasser اللي هو المية، المية الووتر، فاسا. حتى الووتر ميلون اسمها فاسا ميلونة، فاسا ميلونة مش ووتر ميلون، مكان ووتر بنقوله فاسا، فاسا، داس فاسا. الاكس اللي هو الاكسيلوفون،
Xylophone, 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 Xylophone. Das Xylophone, das Xylophone, Xylophone. تحس الواي كده بنطقها Ägypten. Xylophone, das Xylophone. البي اتش هنا اتنطقت ف. Xylophone زي الانجليش يعني. الإبسلون هتتنطق واي عادي، بس هي اسمها إبسلون، الحرف اسمه إبسلون، لكن هيتنطق واي عادي يعني زي يوجا. يوجا، داس يوجا، داس يوجا، جا مش يوجا، يوجا. طب الزد قلنا اسمها ايه؟ تسي، اللي هي بنطق تسي تسي، اللي هي تست تست، بنطق ايه؟ زي تسبغ 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 تسبغ، اللي هي زبرة يعني زبرة صبغة صبرة صبغة، das صبغة das صبغة das صبغة. طب الايه زي ابفل، مش قلنا der أبفل اللي هي تفاحة واحدة بالأبفل، إنما الجمع بنحط عليها أملاوت فتبقى ابفل. ابفل مش أبفل، لا ابفل. يعني انت لو قلت لحد ich möchte Apfel أو einen Apfel غير لما تقوله ich möchte Äpfel، أنا عايز تفاح، غير لما تقوله عايز تفاحة واحدة. أبفل دي تفاحة واحدة، إنما هنا Äpfel بص نطقت ايه زي الإنجليش. دي كلمة بلوغال، بلوغال اللي بين قوسين دي بلوغال يعني جمع، دي كلمة جمع مش سينجوغال، مش سينجولا، مش سينجولا، لا دي بلوغال مش سينجولا، مش مفرد. بي ال دي اختصار لكلمة معناها جمع يعني. يبقى ابفل ابفل. طيب öl das öl das öl das öl öl اللي هو الزيت الاويل das öl زي كأنك بتقول اويل يعني öl öl das öl das öl das öl 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 öl. طب اليو اللي عليها أملاوت Übertopf Übertopf der Übertopf 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 اللي هي الصيص الخارجي للنبات، اللي هو البتاع اللي بنحط فيه الزرع ده بنقول عليه الصيص. Übertopf 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 مش Übertopf، لا Übertopf جمعها ايه؟ Übertopf 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 اللي هي الأصاصيص دي كلها. الاس تست نطق دبل اس، دي شتغاسة. الاس تي في الأول الكلام بتنطق اشت اشت اشت، والاس بي بتنطق اشب اشب اشب. الاس بي بتنطق اشب اشب، والاس تي بتنطق اشتي اشتي. فهنا دي شتغاسة شتغاسة شتغاسة. مفيش كلمة في الألماني بتبدأ بالحرف الاس ست ده اللي هو الحرف الجديد اللي شبه البي ده، مفيش كلمة في الألماني بتبدأ بالحرف ده، فهي دايما بيبقى الحرف ده في نص الكلام، في نص الكلمة يعني ما يبدأش بيه كلمة. تمام، فدي اشتغاسة اهو. بنأكد تاني مفيش كلمة في الألماني بتبدأ بالحرف ده. يبقى تعالوا نراجع بسرعة على الحروف سريعا كده قبل ما ننهي المحاضرة. يبقى A der Apfel، B die Banane، C der Cent و der
Celsius. D, der Delfin. E, der Elefant. F, der Fisch. G, der Garten. H, das Haus. I, das Insekt. Ja, J, die Jacke. K, die Katze. L, die Lampe. M, die Maus. N, die Nase. O, die Orange. P, der Papagei. Q, die Qualle. R, der Regen. S, die Sonne. T, der Tisch. U, die Uhr. V, der Vogel. W, das Wasser. X, das Xylophon. Y, das Yuga. Z, das Zebra. E, die Äpfel. O, das Öl. Ö, das Öl. Ü, der Übertopf. دي übertopfe. دي بتيجي كأداة مؤنثة وبتيجي أداة للجمع، كل الجمع أداته دي. فübertopf آخرها اف، دي مؤنثة، دي قصدي مفرد سينجولا أداتها مذكرة der Übertopf، لكن الجمع منها بنحط له ايه في الآخر فتبقى دي übertopfe. SZ دي Straße، وقلنا مفيش كلمة في الألماني بتبدأ بالSZ. كده خلصنا محاضرتنا، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء. Tschüss, auf Wiedersehen.